ايوه. اهلا. السلام عليكم. استاذ محمد، ازيك يا مريوم؟ عامله ايه؟ وحشتيني يا قلبي. ازيك يا عم ناجي؟ اهلا يا حبيبي، ازيك؟ عامل ايه وصحتك عامله ايه؟ الحمد لله بخير. ازيك يا محمد؟ وحشتيني، الحمد بحبك لله. انت عامل فيك يا ايه؟ فوق. بخير والله. الله يكون بعونك. الله يديك الصحه. اسيبكم مع بعضيكم بقى واخد انا حبيبه قلبي دي عشان عايزاها جوه. ماشي يا ستي، الله يسهل لك. ماشي زي ما تتعبيش رشا يا مريم. ماشي. ماشي. محمد يا ابني، عامل ايه مع مريم بعد موت امها؟ والله يا عم ناجي انت عارف من ساعه امها ما ماتت وانا مريم حمل تقيل عليا، وبالذات لما بروح الشغل، بس ما بقاش بطمن عليها غير لما بتبقى معاكم. والله يا محمد يا ابني، هي مريم في عينينا، وخلي بالك هي بتحب رشا ورشا بتحبها. بس انا عايز اسالك سؤال. اتفضل يا عم. هي ليه انت ما بتسيبش مريم مع امك ومع اختك عشان يخلي بالهم منها مكان امها؟ والله يا عم انت عارف ان امي ست كبيره، واختي قاعده معاها بعيالها، وعيالها اشقية، وانا بخاف على مريم اللي تقعد تتعور كده تتعور كده، ما بطمنش عليها غير لما بتبقى مع رشا بنتي. ابني في عينينا، واطمن وخلي بالك من شغلك، وما تقلقش عليها. ربنا يخليك يا عم، ده العشم برضه. انا استاذن عشان اروح الشغل. اتفضل يا حبيبي، ربنا ربنا يبارك. يعينك. يا مريم، مريم نعم يا بابا. حبيب بابا، ما تعملش قوي وما تتعبيش جده، ما تعمليش ماما رشا، ها؟ ماشي؟ خدت لك احمر؟ ماشي يا عسل. انا همشي اروح الشغل. تعال. عايز حاجه؟ سيدي باشا، بابا يروح الشغل. تعال معاك جدا. تعال تعال يا حبيب جدو، تعال. اهلا 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 اهلا. بابا يروح الشغل بقى، واحنا ايه رايك هنلعب بقى ونقول حواديت، ها؟ وطنط رشا بقى هتلعبك بقى، وايه صح؟ وتجيب لك اللي انت عايزه كله، صح؟ يلا يا حبيبي. محمد يا ابني عامل ايه؟ الحمد لله يا ماما. فين مريم يا محمد؟ ما جبتهاش معاك ليه تلعب مع اولاد عمتك؟ والله يا حنان يا اختي انا لسه مخلص شغل وقلت اعدي عليكم الاول اسلم عليكم واشوفكم محتاجين حاجه ولا لا قبل ما اروح. محمد من ناحيه محتاجين فاحنا فعلا محتاجين. محتاجين؟ خير يا امي، محتاجين ايه؟ محمد الدنيا غلا يا ابني، والمصاريف ما بتقضيش، والنفقه اللي بتاخدها اختك ما بتكفيش حاجه خالص. محتاجين فلوس يعني؟ صراحه يا محمد محتاجين فلوس. حاضر يا اختي، بس كده. حاضر. خد الفلوس اللي معايا اهي، وانا هستأذن انا بقى عشان اروح اشوف مريم. عايزين حاجه تاني؟ ربنا يخليك لنا يا ابني يا رب. يا رب يا ماما. يلا لو احتجتوا حاجه كلموني في التليفون. ماشي يا حبيبي. تسلم يا محمد، مع الف سلامه. الله يسلمك. خدي يا بنتي الفلوس اللي انت عايزاها، شوفي هتعملي ايه. ماشي يا ربنا يفكها من عنده يا رب، كتر خيره بصراحه. هو يا مريم انت ليه مش بتحبي تروحي عند تيتا وعند عمته؟ بحب اروح عند تيتا، بحب اروح عند طنط رشا بس. خلاص يا حبيبتي، انت بتحبي طنط رشا يعني؟ ايوه يا بابا. بقول لك يا مريم خشي عند طنط رشا جوه عشان تديكي لعبه، عشان اتكلم مع جده. بقول لك يا عم ناجي، عايز اخد رايك في موضوع. اتفضل. والله انا جاي لي عقد عمل بره، بس اسافر يعني، وبفكر اروح ولا ما اروحش عشان خاطر مريم. ايه رايك؟ انا بعتبرك زي والدي وباخد رايك في كل حاجه. وتوكل على الله واعمل مستقبل لمريم، سنه ولا سنتين وهترجع. بس انا عايز اقول لك حاجه، انت لو سبت مريم هنا هي فوق دماغنا وكل حاجه يعني، ما تقلقش. بس انا خايف عمتها وستها يزعلوا مننا. فانت ايه رايك؟ ان كان علينا احنا نشيلها في عينينا. بالنسبه لامي واختي زي ما قلت لك قبل كده، والبنت مش بتستريح عندهم، ما بتستريحش الا في بيتك هنا، وبالذات مع بنتك رشا. فوالله يعني بفكر في حاجه كده وخايف ترفض يعني. لا يا ابني قول. كنت عايز اطلب منك ايد رشا اتجوزها يعني، لان انت عارف ان احنا هنا قد ايه على مريم بنتي، ومريم بتحبها ما بتقدرش تستغنى عنها، بتعتبرها امها. يا ابني انت فاجئتني بالموضوع ده، وبعدين انا مش هلاقي يعني احسن منك يعني لبنتي، بس هاخد رايها برضه، لان من ساعه ما جوزها توفى وهي رافضه الموضوع الجواز ده نهائي. فاديني فرصه كده وسيبها على ربنا، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. خلاص يا عم، انا هستنى ردك. هتكل على الله اروح الشغل ان شاء الله. ايه خير 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 باذن الله. بعد اذنك. يلا ربنا معاك يا ابني، ربنا يقويك. يا رشا ايه رايك محمد طلب ايدك يتجوزك؟ اللي تشوفه يا بابا، محمد جدع وكويس، وكفايه ان انا بحب مريم جدا. والله يا بنتي عين العقل ان انت يعني وافقتي، عشان انا عارف ان انت بتحب مريم ومريم بتحبك، محمد ابن حلال فعلا زي ما انت قلتي، فان شاء الله خير. بس انا بطمن عليكي ان انا قبل ما اموت ابقى مطمن يعني. بقول لك يا رشا، نعم يا محمد. دلوقتي انت عارفه ان انا العقد التاشيره جت،
وخلاص ومسافر، جهزت شنطتي. فبالله عليك بالله عليك مش هوصيك على مريم. انت عارف ان مريم في عينيا. مريم دي بنتي اللي انا ما خلفتهاش. انا عارف والله انت بتحبيها قد ايه، بس قلت برضه اعمل عليها واوصيك عليها. ربنا يرزقك وتروح وتيجي بالسلامه، ومريم كانك معاها واكتر كمان. انا مطمن وعارف كده. لولا كده انا ما كنتش سافرت اصلا. انا ماليش في الدنيا كلها غير مريم. ربنا يرزقك برزقها يا رب خدي ويرجعك بالك سالم غانم. خدي بالك من ماما رشا وما تزعليهاش، ماشي؟ وانا ان شاء الله هسافر ومش هاخر راجع على طول. عايزه حاجه؟ ماشي. خلي بالك من نفسك بس وبتصل اسال علينا. ماشي حبيبي. ماشي حبيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله، مع السلامه. شفتي محمد من ساعة ما سافر وبقى في خير، والخير كله رايح لمين؟ رايح لمراته. لو كنا احنا بقى البت دلوقتي معانا وكنا خدناها ما كانش الخير ده احنا اولى بيه. بقول لك ايه، انا هتصل على رشا واخد البت منها، يبقى احنا بالخير دوت بابننا احنا اولى بيه. ماشي يا ماما اللي تشوفيه، انا هتجنن والله. هو ده الحل. بقول لك ايه يا رشا، احنا جايين ناخد بنت اخويا تقعد عندنا يومين. وحقكم طبعا، ما اقدرش اقول لكم حاجه، انا ما اقدرش استغنى عنها، بس هقول لمحمد ويومين كده واجيبها لكم. هو انت بتستاذني محمد ان اخد بنت ابني تقعد معايا ولا عمتها تقعد بيها؟ يا حاجه معلش برضه هي دي امانه عندنا، ماشي؟ بقول لك ايه يا رشا، نعم. مستأذني محمد وقولي له وعرفيه. متجوزه محمد عشان الفلوس يا ماما. اختك وامك جايين ياخدوا مريم، يلا. خايفه على الفلوس ناخدها احنا؟ امال ايه؟ يلا. امال هي متجوزاه ليه؟ مش عايزين كلام كتير لو سمحت. ايه يا رشا؟ هي بابا انا كلمت محمد وقال لي خليها تقعد عندهم يومين، مفيش مشكله. تعالي على الديت. ماشي يلا. طبعا مش هتقول حاجه، هيقول ايه؟ اتفضلوا. يلا يا حبيبتي. تيجي مع عمته كده؟ يلا مع تيتا. يلا يا روحي. يلا امسكي ده عمتي. قلبي. باي يا مريم. حبيبه عمته. وحشيني يا قلبي. يلا يا قلبي. يلا يا نور عيني، يلا يلا. مع السلامه. يومين هم من ربنا حقهم يصبرنا برضه. على اليومين دول يا بابا. معلش هم من حقهم برضه يشوفوها ويقعدوا معاهم يومين، مش مشكله يا ست. ده محمد وافق خلاص. ماشي. على خيرة الله. بنت يا ماما مدلعه قوي. دي عايزه تاكلي معرفش تفطر لي لانشون وجبنه رومي، وطول ما هي قاعده ماما رشا ماما رشا. ما يا حبيبتي والفلوس كتير قدامها في ايديها عشان كده بتقول وتجيب لها كل حاجه. طب هو مش المفروض بقى محمد عارف يا ماما ان هي قاعده معانا يبعت فلوس على هنا؟ اتصلي بيه وقولي له، قولي له بنتك عايزه كذا وعايزه كذا. طب ما هو المفروض عارف يا ماما يبعت من نفسه. على فكره يا ماما دي كان معاها تليفون من الغالي ده اللي اسمه ايفون دوت، الغالي ابو 60 مش عارفه ولا 70,000 جنيه الغالي، خدته منها. مع عيله زي دي تشيل تليفون زي ده غالي؟ خساره يا بنتي، ده لو كسر يجيله الشيء الفلاني ومش هيتعوض. ما انا خدته منها وانا هسيبه لها ولا ايه؟ جدع يا بنتي، انا اولى بيه. جدع برافو عليك. بس لازم محمد يا ماما يبعت لنا فلوس، امال احنا جايبينها نقعد هنا؟ قولي له بنتك نفسها في حاجات كتير يا محمد ومعناش فلوس نجيب لها، خليه يبعت زي ما بيبعت للهانم. يعني انت رايك نتصل ولا نسيبه يبعت من نفسه؟ ما هي قاعده عندنا دلوقتي بقى لها اسبوع. كان بعت يا حبيبتي من الاول. انت يعني عرفيني نتصل؟ بنته عايزه، عرفيني بنته عايزه حاجات كتير. خلاص انا هتصل بيه وبقول لك كل شويه ماما رشا ماما رشا. معرفش ماما رشا دي عامله لها ايه. بقول لك يا بابا، ايوه يا رشا. لما جم خدوا مريم قالوا لي يومين ونرجعها لك. بقالهم اسبوع ما اعرفش عن مريم حاجه، انا بصراحه قلقانه عليها وعايزه اطمن عليها. طب ما تروحي. عايزه اروح اجيبها اشوفها اطمن عليها واجيبها. تيجي معايا؟ طب بس روحي انت الاول قيسي النبض وشوفي ايه كده الدنيا وعرفينا لما تيجي. خلاص ماشي. لو يا في بابا. اي حاجه كلميني. طيب ماشي؟ ماشي. يلا. ماما قلبي يا حبيبه قلبي، وحشتيني خالص، وحشتيني، هتجنن عليك كده. مش بتكلميني يا مريم في التليفون؟ ماما دخلت من التليفون. طيب يا مريم خشي جوه دلوقتي. خشي يا مريم في اوضتك العبي بالالعاب اللي تيتا جابتها لي. روحي يا حبيبتي روحي. ايه يا رشا خير؟ يعني انتوا قلتوا لي يومين ونجيب لك مريم، اديلكم اسبوع ما اعرفش حاجه عن البيت، قلتوا لي خدوا مني التليفون. عيله زي دي هتمسك تليفون يقع منها تكسره، عمتها خدته وشالته. في ايه ايه اللي حصل؟ المشكله؟ باباها معوده على التليفون وبتتصل بيه. طيب ماشي، التليفون غالي وانا خفت يتكسر منها، وبعدين ايه يعني قعدت عندنا يوم ولا 2 ولا اسبوع؟ مش ستها وعمتها؟ مش بيتها ده وبيت ابوها؟ رشا انت ناسيه يا حبيبه قلبي ان انت مرات ابوها مش امها. عارفه يعني ايه مرات مرات ابوها؟ ابوها بس زي امها بالظبط. لا مش هتيجي حني منها من ستها وعمتها. طب على العموم انا جايه اخد مريم. تاخديها فين؟ هاخدها عندي في البيت. لا معلش. كلمي انت انت بقى. عارفه ان ابوها مسافر وسايبها لي.
وانا ما اقدرش استغنى عنها ابدا. انت بس قولي له قاعده مع عمتها وستها، الضفر يا حبيبتي ما يطلعش من اللحم. طب هو الاول لو كان عايز يسيبها لكم كان سابها لكم، هو سابها لي انا وامني عليها انا. وماله؟ واحنا خدناها قاعده معانا، ولا انت عايزه الفلوس تجيلك لوحدك؟ ايه حكايه موضوع الفلوس ده؟ كل ما تتكلموا تقولوا الفلوس والفلوس. ايوه ما انت نهباه، واخده الفلوس كلها اللي بيشتغل بيها بيبعتها لك يا راشد. وانا لو قلت له تعالى اتجوزني هو اللي جه اتجوزني، هو اللي ساب لي الله البيت. اعلم ضحكتي عليه ولا عملتي له ايه. خلاص وانت اتجوزتيه واقعدي استنيه، لكن البت هتفضل معانا. طب يعني العموم انا هروح اتصل على محمد، واللي محمد يقول عليه هيتعمل. اتصلي بيه هيقول لك والبنت ايه؟ مش هتمشي من هنا الا لما امه هيجي. مش عايزه فاهمه. حاجه تانية؟ امه واخته. مفيش مشكله، على العموم اللي محمد يقول عليه هيمشي. انا ماشي. برضه ماليش حق فيها، بس هي زي بنتي بالظبط. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا عنا حن عليها من ستها وعمتها. هي حاشره نفسها في حياتنا ليه يا ماما؟ يا بنتي ما هي الفلوس ما فيش بيبعت اكيد فلوس ليها دلوقتي. على رايك. الفلوس كلها كانت للبيت. ودلوقتي مفيش فلوس بتجيلها عشان البت مش عندها. يبقى لازم تيجي تعمل ايه؟ تاخد البيت. هتتجنن تلاقي عشان الفلوس ما بتبعتلهاش. يا بابا اتحرق دم يا بابا. ليه؟ مش عايزين يدوني البت، والبت اول ما دخلت بقول لها فين التليفون بتاعك ما بتكلمنيش ليه؟ قالت لي خدوا مني التليفون. والبت زي ما تكون مخوفينها وما رضوش يخلوها تيجي معايا. يقول لي انت طمعانه في الفلوس، انت عايزه دي عشان الفلوس كلها تبقى بتاعتك. اخر ما زهقت مشيت وقلت لهم انا هكلم محمد اللي محمد يقول عليه يمشي. طيب اسمعي، اتصلي بمحمد وفهميه بالواقع واللي حصل، وشوف هيقول لك ايه، ونفذي اللي يقولوا لك. ماشي. احنا مش عايزين ناخد اي اجراء، لان مش هنقدر طول ما هو مش موجود. صح. ماشي؟ ماشي. يلا. الو. ايوه يا محمد، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه كده وصحتك عامله ايه في الغربه؟ يا رب تكون بخير يا رب ان شاء الله. لا مريم كويسه الحمد لله، بس انا بكلمك بخصوص مريم. خير ما تقلقش. ومن ساعه مريم ما ستها جت خدتها من هنا وعمتها بقالها اسبوع بالظبط وهي عندهم، فرحت عشان اطمن عليها واجيبها بالمره تعيش معايا زي ما كانت عايشه. قالوا لي لا سيبي البت عندنا ومينفعش تاخديها، واخدين منها التليفون بتاعها. ايوه واخدين منها التليفون. اول ما دخلت البت بتقولي ده خدوا مني التليفون. طب هاتوها تعيش معايا زي ما كانت عايشه؟ لا انت طمعانه في الفلوس، طمعانه في الحاجات اللي محمد بيبعتها. فلوسي وجوابات ايه؟ ما انا عارفه يا محمد انت سايب البت معايا امان، ولما انت قلت لي وديها لهم ما كنتش انا رضيت ان انا اخليها تروح معاهم. يعني انت هتنزل يعني؟ لا حاضر ماشي، مش هقول لحد. ماشي يا حبيبي، ماشي، خلي بالك من نفسك. مع السلامه. ايه قال لك ايه؟ قال لي هنزل مفاجئ عشان اشوف الموضوع ده، بس ما تقوليش لحد ان انا هنزل. طب خلاص ما تجيبيش السيره لاي حد ولا ليهم خالص، ماشي؟ ماشي. ولا لاي ولا الجيران حتى. يا مسهل يا رب خلاص. يجي بالسلامه ان شاء لحد الله. ما يجي بالسلامه وشوفي هو يتصرف بقى. خلاص يا بابا. ماشي؟ ماشي. يلا وربنا يسترها. مريم ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلامه يا محمد. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه يا ابني. عامله ايه يا مريم؟ بالله. ماما رشا جت اهي. خديها بقى يا رشا واسبقيني على البيت. تاخدها فين يا محمد؟ انت مش مسافر تاني؟ لما اجي اسافر يا عبد الله السلام ربنا. عليكم. خديها يا رشا روحي على البيت. تاخدها فين يا محمد؟ ما تخليها قاعده معانا يا ابني. بيجيب لها كل اللي هي نفسها فيه. ما انا جاي اتكلم معاكم بخصوص الموضوع ده. خير يا شوف محمد. هتقعد معاكم ولا تقعد مع رشا مراتي؟ معانا طبعا، ستها وعمتها. احنا اولى يا ابني. انتوا شايفين كده؟ اه طبعا. ايوه الضفر عمره ما يطلع من لحم يا محمد. احنا ولا مرات ابوها؟ اه. انتوا شايفين ان انتوا اولى منها يعني؟ وانت شايف ايه يا محمد؟ انا شايف ان انتوا مش حنينين على بنتي. نعم. اه. ده مين الست رشا اللي قالت لك الكلمتين دول ولا مين؟ اه رشا قالت لي كل حاجه. امال مرات ابوها اللي حنين عليها؟ ما طبعا ما عشان بتبعت لها فلوس. والله يعني انتوا عايزين البنت عشان الفلوس؟ هو ده يا امي الامانه اللي انت كنت. ده انا قبل ما اسافر قلت لكم خدوا مريم. قلت لي لا المصاريف والغلا وولاد اختك عايشين معانا ومصاريفهم كتيره. ايوه بس انت دلوقتي سافرت وبتبعت فلوس. ده انا اتجوزت رشا، كنت عمري ما افكر اتجوز بعد المرحومه، اتجوزتها عشان خاطر مريم وما لقيتش منكم حنيه على البت، عشان كده انا اتجوزت. ما انت عارف يا محمد الظروف اللي احنا كنا فيها يا محمد. الظروف دلوقتي بقت الظروف حلوه ولا عشان محتاجين مني الفلوس؟ وانا ما كنتش بحوش عنكم حاجه.
وهي فيها لما بنتك تتربى مع اولاد عمتها وفي نفس الوقت الفلوس هتكفي كل هنا. كنت قلته كده من الاول، انما انتوا رفضتوا بنتي وانا موجود. رفضنا عشان الظروف يا محمد، لكن انت دلوقتي ربنا كرمك وسافرت واشتغلت وبتبعت لنا فلوس كلنا. والله على اللي احنا اولى يا على محمد. العموم انا جيت ونزلت اجازه وبنتي في حضني، ولما اجي اسافر يبقى يعدلها ربنا. يعني انت ايه؟ امي وانت اختي، زي ما انت قلتي الضفر عمره ما يطلع من اللحم. اللي انتوا عايزينه انا عناية ليكم، بس مريم بنتي مالكمش دعوه بيها تاني. يعني كلام ايه ماليش مفهوم. دعوه بيها؟ سواء موجود او سواء مسافر مالكمش دعوه بمريم بنتي تاني. درجه مغيرك على اوديها الاخر. بقى ملجأ، اوديها في اي حته، بس مالكمش دعوه بيها تاني. طبعا مسلطاه يا ماما. عايزين تشوفوها وانا موجود على دماغي من فوق، حتى لو مش موجود تشوفوها عند مراتي في شقتها، تقعدوا معاها اليوم وتروحوا. انما بنتي تيجي تقعد هنا تاني لا. ده انت مذاكر. كلام خلص. ما غيرت هي قوي يا محمد. حد فيكم عندي كلام؟ محفظاه قبل ما يجي. محفظاني ربنا يسهل لهم يا ماما. مع السلامه، روح لها اجري وراها. ليكي كلام يا اختي؟ كتر خير. خلاص يا حبيبي روح يلا اتكل على الله، شوف انت رايح فين. ماشي يا ماما. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ستي اللي كنت خايفين منه. محمد اتغير قوي يا ماما. اكيد لازم يتغير، مش وراه رشا. يلا الله يسهل له. ربنا يسهل لهم يا ماما، مش عايزين منه حاجه تشبع بيه. السلام عليكم يا عمي. السلام ورحمه الله. ايه عملتوا ايه؟ تعالي يا رشا خش. جبنا مريم الحمد لله. الحمد لله. اديتهم كلمتين وعرفتهم ان المعلومه مع بنتي غلط، تمام لان دي مش اصول. تمام. وانا الحمد لله الفتره الصغيره اللي انا قعدتها كونت قرشين حلوين، وبفكر انا ما اسافرش تاني. ايه رايك يا رشا؟ اللي انت شايفه صح يا مير، بس لا. حضرتك في وسطينا بالدنيا كلها. على خيرة الله. على انت خيرة شايف كده كويس ولا اسافر تاني يا عم؟ لا على خيرة الله يا ابني. اقعد افتح جنب بنتك. مشروع ورب بنتي. اقعد جنب بنتك رزق عشان الا رزق هناك. الحمد لله. احسن برضه من المشاكل تقعد تراعي بنتك برضه، عشان خاطر ما تحصلش مشاكل تاني. ربنا يخليكم ليا. امين يا رب. انا ابويا مات وانت ابويا، على عيني. مراتي ماتت وانت مراتي. على عيني. ربنا يوفقك. امي واختي الله يسهل. معلش هم برضو امك واختك برضو. مش هقاطعه، معلش. بس بنتي خط احمر ما يجوش جنبيها تاني. انا عايش حياتي كلها عشان اربي بنتي. ربنا يخليها ربنا لك. يعينك عليه. مش هقول لك ربنا يخليها لك لان مش بنتك لوحدك، ربنا يخليها لنا احنا الاثنين. ربنا يخليك ليا. يا رب تفرحوا بيها وتجوزها يا رب، وتاخد شهادتها كده وتجوزها. امين يا رب. امين يا رب. طول ما انت في ظهرنا احنا مستريحين. ولا يهمك خالص يا حبيبي. ربنا يخليك لنا. ربنا يوفقكم. يلا على خيرة الله.